في لقاء السيد المسيح مع شاول الطرسوسي في طريق دمشق قال له عبارة كويسة خالص ممكن إنها تنطبق على كل واحد فينا. قال له صعب عليك أن ترفس مناخس. عايزين احنا نتأمل في الآية دي، صعب عليك أن ترفس مناخس. المناخس دي حاجات بيعملوها للحصان أو الركوبة علشان يقدروا يحفظوا سرها، ومن الصعب ان واحد يرفس هذه المناخس اللي بتنقصه دي. وكل واحد فينا في حياته بتجيله مناخس معينة تنخس قلبه، يلاقي قلبه بينخسه من الداخل كده. زي ما قيل عن إيمان 3000 من اليهود في يوم ال50، قيل إنهم نخسوا في قلوبهم. يعني العظة اللي قالها معلمنا بطرس كلمة الرب قوية حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين، بتخترق داخل القلب والمخاخ والمفاصل، فنخسوا في قلوبهم. الكلمة أثرت فيهم، شعروا قلبهم بينخسهم من جوه، لهم لازم تؤمنوا. المهم انهم لما نخسوا في قلوبهم استجابوا لهذا الامر. والواحد ساعات ينخس في قلبه من الداخل من جهة التوبة، من جهة الخدمة، من جهة تغيير الحياة، من جهة التكريس، من جهة أي أمر. إما ينخس من الضمير في داخله، أو ينخس من عمل النعمة فيه، أو ينخس من الروح القدس الذي يبكت على خطية والذي يدعو إلى الحياة الفاضلة، ويجد قلبه في حالة التهاب وفكره في حالة التهاب والروحيات مسيطرة عليه. جايز ينخس من الخارج، من سبب من الخارج، عظة تؤثر فيه تنخس قلبه، كتاب يقراه ينخس قلبه من جوه، يقول له اشتغل، اتحرك، اعمل حاجة، صلح نفسك، قلبه من جوه. جايز كلمة توبيخ من صديق حبيب ليه، في كلام توبيخ من عدو يثير السخط، لكن جايز كلمة توبيخ أو نصيحة من صديق تنخس ضمير الواحد، أو من شخص محب أو قريب، أو من أب اعتراف، أو من أي حد. جايز منظر معين يأثر فيه، جايز حادثة موت، جايز حادثة مرض بتحرك ضميره من جوه، جايز قدوة صالحة يراها، تلاقي أول ما يشوف القدوة الجميلة دي الغيرة تملك قلبه، ويلاقي نخس جواه، حركة جواه بتتحرك. جايز أي خبر ينخس ضميره من جوه، زي نحمية لما جاله واحد من الناس اللي كانوا قاعدين في أورشليم، ونحمية كان في أرض السبي، وقال له مدينة إلهنا أورشليم في حال سيء، وأبوابها محروقة بالنار، وسورها متهدم. بس لقى حاجة جواه بتتحرك مش قادر يقومها. بيقول للوقت نحت وبكيت وصمت أياما وصليت،
واعترفت بخطاياي وخطايا الشعب أمام الله، وقلبه تحرك من جوه، خبر معين نخسه من جوه خلاه يتحرك. جايز فترة من فترات الصوم أو فترة روحية أو يوم مقدس الواحد مشاعره تتحرك فيه من جوه. المهم إن ربنا ما بيتركش حد بلا نخسة تنخس قلبه، تنخس ضميره، تحركه. شاول الطرسوسي فعلا مقابلة الرب ليه كانت آخر هذه المناخس. المسيح بيقول له صعب عليك أن ترفس مناخس. ليه؟ لأن في حاجات حصلت قبل كده وهو ما تأثرش بيها. يعني مثلا حكاية استشهاد استفانوس، يبص يلاقي استفانوس وجهه بيضيء كوجه ملاك، بيقول أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة. يلاقيه بيقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. مفروض كلمات تنغز فيه، يأثر فيه المنظر، لكن هو ولا همه ولا سأل، كان قلبه من جوه جامد. حاجات كتيرة من مناظر المسيحيين واستشهادهم وعذابهم كان مفروض تأثر فيه، لكن هو كان شديد وعنيف. مفيش شك ان كل حادثة كانت بتعمل أثرها، لكن في الآخر تتجمع كل هذه التأثيرات معا في لقائه مع المسيح. قال له صعب عليك أن ترفس مناخس. في حاجات بتنخس قلبك وانت بتقاوم، حاجات بتهزك من جوه وانت ماسك نفسك، مش هتقدر تستمر في مقاومة عمل النعمة. أوقات كتيرة الواحد يلاقي قلبه بيتحرك من جوه، لكن المهم هل يستجيب لهذه الحركة الداخلية ولا لا؟ في مناخس جواه بتقول له غير، صلح، توب، سيب اللي انت فيه، اتقدم شوية لقدام، ما تترددش، ما تقلقش، ما تخافش. حركة جواه، صوت في داخله بيكلمه، يستجيب أو لا يستجيب. الحكاية دي حدثت للابن الضال، وجد منخاس جوه قلبه بيقول له كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا، أقوم وأروح لأبويا. ياما مرت عليه أيام وما بيتحركش، لكن المرة دي لقى صوت جواه فاستجاب لهذا الصوت، قام على طول. لو استنى شوية ما نضمنش كان يجرى ايه. صدقوني حتى يهوذا الإسخريوطي برضو لاحقته هذه المناخس. صحيح هو خان سيده ومعلمه وباعه، ولكن طول ما هو ماشي في السكة الصوت بيرن في ودانه، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ انت ضيعت روحك. ده قال خير لهذا الإنسان لو لم يولد. بيقول أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، يعني أنت مش طاهر. بيقول جرحت في بيت أحبائي. قال لك يا صاحب ألهذا جئت. كل الحاجات دي قعدت تنخس فيه، وفعلا ما استطاعش يقاوم المناخس، فأخذ الفلوس ورجعها لهم وقال لهم خدوا فلوسكم، أنا أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. المناخس كانت بتنخس فيه، ما قدرش يقاومها. بس عيبه إنه يئس، عيبه إنه يئس وقتل نفسه. لكن برضو المناخس الروحية كانت بتنخس فيه حتى في يهوذا. اللص اليمين
اللص اليمين كان هو واللص الشمال بيجدفوا على المسيح في الأول. الكتاب بيقول اللصين الاتنين كانوا بيجدفوا عليه، لكن وهو على الصليب حتى في ساعاته الأخيرة كانت مناخس النعمة بتنقص فيه. وجه المسيح المريح المضيء المشرق، كلماته الطيبة: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. الحاجات المناخس الأخرى، الأرض اللي ارتجت وتزلزلت والسماء اللي انشقت، حاجات كبيرة خطيرة حدثت والسماء ظلمت. اللص مناخس بتنخس جواه، ما استطاعش يقاومها، فقال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اللص الشمال ولا همه، كل الحاجات دي نفسها حدثت قصاده، لكن قلبه كان غير قابل للتأثر. في قساوة في القلب موجودة بتمنع ان مناخس الروح تعمل مفعولها. عشان كده الرسول بيقول: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الروح بينغزك من جوه، اتحرك، استجيب. لكن تقعد كده تقسي قلبك ولا حاجة. يقول لك: حبيبي تحول وعبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. جات لك النعمة وانت ما سألتش، تركتك، وتدور على نفسك ما تلاقيش روحك. فترة الحرارة الروحية اللي كانت عندك أيام ما كان فيه مناخس مش موجودة دلوقتي، لأنك رفضت عمل النعمة فيه، رفضت الاستجابة. ده أرميا النبي بيقول: لما أخذت كلامه في قلبي صار في قلبي كنار، لم أستطع إن أنا أسكت، ما قدرتش، في نار جواي. زي المرنم لما قال: غيرة بيتك أكلتني، في حاجة جواه بتنخسه من جوه، نار بيسميها نار، صار في قلبي كنار. داود النبي أثناء حكاية جولياط سمع جولياط قاعد يجدف وكلام صعب بيقوله، بس لقى مناخس جواه. ازاي هذا الأغلب بيعير شعب الله؟ ازاي أسكت؟ كل اللي باقيين سامعين الكلام لكن ما فيش المناخس. ليه ما فيش مناخس؟ لأن ما فيش استجابة داخلية. على رأي واحد بيقول له: ايه رأيك في كلام زي الرصاص؟ قال له: ايه رأيك في جتة زي النحاس؟ ما بيأثرش. فاللي موجودين مش متأثرين، لكن داود متأثر مش قادر يسكت. قال: لا، ده انا اقوم واتصدى للراجل ده. يا حبيبي انت مش قده، انت شايف طول وعرض، طول ايه وعرض؟ ده يأتيني بسيف ورمح وانا اتي باسم رب جنود، خلي مالكوش دخل. مش قادر، الحرارة اللي جواه مش قادر يصبر. مش يقول اجيله بكرة، لا، اجيله بكرة ده دلوقتي، اقوم دلوقتي واحارب. زي اللي يجي له شعور انه يبطل السجاير، يقول: حاضر هبطلها، بس ان شاء الله بكره بعده ابقى ابطلها، بكره بعده. يلاقي المناخس راحت، بيرفض مناخس. ده الحماس اللي كان عنده لتبطيلها مش موجود لانه ما استجابش. الروح يريد منك استجابه، واستجابه عاجله، لانك لو ما استجبتش راحت عليك. زي فيليكس الوالي، بولس الرسول بيتكلم عن البر والدينونة والتعفف، بس فيليكس الوالي
لقى مناخس جواه، قلبه بيضطرب. الكتاب بيقول ارتعد فيليكس الوالي. تصوروا لما واحد أسير مسجون وبيكلم الوالي، الوالي يرتعد. ارتعد فيليكس الوالي. ايه مناخس في قلبك تعمل ايه؟ تشتغل تتحرك؟ قال له اذهب الآن ومتى حصل لي وقت أستدعيك. ضيع روحه، ضيع الفرصة. المسائل عايز منين ما ربنا يشتغل في قلبك تقول له تحت أمرك، تحت أمرك. زي في يوم 50 لما نخص في قلوبهم قالوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة؟ قالوا لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم. على طول تقدموا كلهم واعتمد في ذلك اليوم 3000. حكاية عايزة حل سريع. الكلمة اللي ربنا يرميها في قلبك إن ما خلتهاش تعمل عمل يجي الشيطان يلقطها. وانت فكرك النعمة بتشتغل والشيطان ما بيشتغلش؟ لا، ده يشتغل قوي. عشان كده بيقول في بذار اترمت وجت الطيور لقطتها. البذار دي مناخس ربنا رماها في قلبك، جت الطيور لقطتها، ما فيش لا بذار ولا حاجة. لكن التربة الجيدة اللي لما تترمي عليها بذرة تاخدها في أعماقها وتبتدي تمهد لها وسائل الإنبات، دي يبقى التربة الصالحة اللي تجيب ثمر، بتستفيد من المناخس اللي جواها. أغريباس الملك أثناء ما بولس بيتكلم قال إيه؟ بولس كان جريء وكلامه له قوة ومش من النوع اللي بيخاف. قال له أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحي. بقليل تقنعني يعني خلاص ما بقاش غير خطوة واحدة والحكاية تنتهي، قربنا ووصلنا. وما قالش الكتاب انه اقتنع ولا انه استخدم بولس. فض الجلسة ومشي، قال الراجل ده عايز يروح لقيصر يروح لقيصر. طب والموضوع الاساسي اللي احنا فيه اللي بتقول بقليل تقنعني، كمل المسيرة. لا كمل المسيرة ولا ترك هذه المناخس تعمل عملها في قلبه، ضاعت الفرصة عليه. كتير من الناس اللي بيرفضوا المناخس، لكن فيه البعض بيستجيب. ربنا ما بيسيبش حد، حتى أشر الخطاة. مريم القبطية كانت امرأة عايشة في الخطية ليل ونهار، بتجري في دمها وأسقطت مئات وآلاف. ولما راحت القدس جاية تخش عند الأيقونة لقت حاجة ماسكاها كده، منعاها من تحاول مش قادرة. ابتدت مناخس ربنا تشتغل جواها. انت ايه يا رب منعني من ان اتقدم ليه؟ انا مرفوضة منك ولا ايه؟ لم تقاوم عمل النعمة فيها واستجابت وبسرعة، والحكاية مشيت معاها بسرعة على طول من خطوة لخطوة لغاية لما تابت واعترفت وترهبنت وصارت إحدى السائحات القديسات، وباركت ذلك القديس الذي كتب سيرتها. نفس الوضع مع القديسة بيلاجيا. سمعت عظة من الأسقف هزت قلبها من جوه، لقت مناخس بتنقصها، فرحت له على طول، قالت له أنا عايزة أغير دلوقتي الشظم. القديسة مرتا الخاطئة
اللي لما دخلت الكنيسة منعها الإبيدياكون إنها تخش، قال لها أنت امرأة خاطئة ما يصحش تخش الكنيسة. اتجادلت معاه، جه الأسقف قال لها أنت امرأة خاطئة ما تستحقيش تخش الكنيسة. كلام التوبيخ كان مناخس في قلبها، لا للمقاومة ولا للثورة ولا للاحتجاج ولا للعداوة مع الكنيسة، إنما قالت في نفسها إن كان عملوا لك كده في الأرض أمال في السماء هيعملوا فيك إيه؟ دي تبقى حكاية الحكاية. قالت له يا سيد ما عدت أخطئ. قال لها إن كنت صادقة في إنك ما عدت تخطئي هاتي كل أموالك هنا. جابت كل غناها حرقوا بالنار، لأن لا يليق أن أجرة زانية تدخل إلى بيت الله. ارتعشت وخافت، المناخس بتشتغل جواها، بتتقبلها بروح طيبة، بنفس منسحقة، لا بثورة ولا باحتجاج ولا بزعل، لكن بقلب منسحق. صعب عليك أن ترفض مناخس، لازم تتقبل المنخاس اللي ربنا بينخس به ضميرك، بينخس قلبك، بينخس عقلك، بيقول لك لا مش كده، لا مش كده. ونفس الوضع كان مع أغسطينوس، ونفس الوضع كان مع موسى الأسود. ده أغسطينوس قعد له إيه؟ تعمل فيه المناخس دي 20 سنة أو أكتر، لكن ما قدرش يرفض هذه المناخس واستجاب أخيرا. بطرس أنكر المسيح، مجرد نظرة كده، مجرد صاحت ديك وافتكر الله ده ربنا قال كده بصحيح. خرج خارجا وبكى بكاء مرا. اوعوا تفتكروا ان رجال الله القديسين ما كانوش بيغلطوا، كانوا بيغلطوا، لكن كان ربنا لما يمس قلبهم يستيقظوا بسرعة، يستجيبوا بسرعة، يقول له ها أنا يا رب. داوود ما هو أخطأ، لكن أول ما سمع المنخاس اللي نخس ضميره أنت هو الرجل ما قدرش يحتمل، وبل الفراش بدموعه، وقال مزجت شرابي بالدموع، وقال صارت دموعي لي طعاما نهارا وليلا، وانسحقت نفسه أمام الله، وقال ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. كانت مناخس الله تعمل في قلبه فتجد استجابة في الداخل. ربنا بيدعوك بأنواع وطرق شتى، المهم ما تأثير الدعوة عليك. شوفوا قائد 100 اللي كان بيحرس صليب المسيح، طبعا مرت عليه حاجات كتيرة. هذا المصلوب وهيبته ووقاره وتأثيره، هذا المصلوب وصبره وقوته واحتماله، هذا المصلوب ومغفرته لمسيئيه، كل دي مناخس. هذا المصلوب الذي اظلمت الأرض بسببه واحتجبت الشمس وتزلزلت الأرض، ايه ده؟ وبرضه كانت المناخس بتعمل فيه وهو لسه ما بيستجبش، لغاية لما طعنوا بالحربة وخرج الدم والماء، قال بالحقيقة كان هذا الإنسان ابن الله. كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ما قدرش يحتمل أكتر من كده. ما في إنسان ما بيهموش خالص، مهما حصل ما بيهموش، وفي إنسان بيستجيب ويجيب نتيجة، بيستجيب ويجيب نتيجة. يعني خدوا مثلا واحد زي فرعون، واحد زي فرعون
كام معجزة حصلت من خاز جواه، اديك شايف. يقول له موسى وهارون صليا من اجلي، انا خلاص انا اطلقكم، انا اعمل لكم. المنخاز بيشتغل فيه. واول ما ربنا يرفع الضربة يرجع تاني. رجعت تاني ضربة اخرى، يتأثر ويرجع تاني. بيرفض كل المناخس اللي تجيله. كم مرة نخسه ضميره، كم مرة قال أخطأت إلى الرب وإليكما لموسى وهارون. قال لهم أخطأت إلى الرب إيه وإليكما، صلي عني وأنا خلاص. ويصلي عنه ويرجع تاني. بيرفض المناخس كلها. كل منخاس يجيله من عقوبات الله يرفضه، لغاية لما لاقى نهايته ولم يستفد من كل مناخس الله إطلاقا. لم يستفد إطلاقا من كل صحوات الضمير التي أتته. كان كل صحوة يكتمها، كان كل خوف